السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. النهاردة جاي بفكرة جديدة شوية ومختلفة ومترقعة. انتوا عارفين إن أنا بعشق فريق برشلونة، فقلت هلعب بأرخص تشكيلة للأيكون بتوع برشلونة، برونالدينيو بقى وإيتو وكلويفرت وتشافي وروبرتو وكارلوس بيول وكومان. بس للاسف ما لقيتش باك يمين وباك شمال، فجبت داني الفيج وجوردي البا، وكمان في السي ام ما لقيتش غير تشافي فجبت جنبه بدري، وجبت ارخص نسخ من الثلاثه دول سواء داني الفيج او جوردي البا او بدري، لان بدري وجوردي البا ليهم كروت يعني بلس 95 وبلس 99 كمان، وحتى تير شتيجن كمان جبته لان ما لقيتش حارس. هنلعب للفريق بتاعنا ده، بس هيبقى صعب جدا ان احنا نلعب بيه هيد تو هيد، فهنلعب بيه هجوم تنافسي. فخلينا زي ما احنا متعودين ناخد مع بعض الجوائز ونفتح الباكجات سوا مع بعض ونشوف هنوصل لحد فين، وكمان نبص بصة على التشكيلة الأساسية بتاعتنا ونشوف ممكن نعمل فيها ايه الفترة اللي جاية. بس زي ما احنا متعودين، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، وكمان تكتب كومنت كده تقول لنا مقترحاتك ايه الفيديوهات اللي جايه. انا عايز اخلي الموضوع مختلف، انا عارف ان في محتوى في 22 كتير جدا على اليوتيوب، سهل جدا ان انا ادخل واشوف الناس بتعمل ايه واقعد اعمل نفس اللي هم بيعملوه، بس انا مش حابب ده. انا حابب ان انا اعمل موضوع بدماغي شويه، حابب اعمل تحديات انتوا اللي بتبقوا طالبينها، مش عايز اعمل تحديات متكرره وخلاص. سهل جدا ان انا ادخل اشتري فريق عربي كامل واعمل بيه ماتش وماتشين وثلاثه والكلام ده كله، لكن انا عايز اخلي الموضوع مختلف شويه ومطرقع كده ومجنون. فعشان كده قلت يعني ايه، انتوا اللي تقترحوا عليا المواضيع بتاعتكم، واول حاجه ممكن نعملها تبقى مجنونه شويه ومختلفه، هي فكره ان احنا هنلعب بفريق برشلونه بالبرايم ايكون الرخاص جدا، بس هنلعب بيهم هجوم تنافسي. عندنا لعيبه في السوق بتتباع من الباع، تمام حلو جدا. يلا عندنا لعيبه كتيره جدا محتاجه تتباع الفتره دي، فيلا بينا نبص كده بسرعه على التشكيله بتاعتنا. هي التشكيله بتاعتنا زي ما احنا شايفين، ندخل كده على بركه الله ونقول له الهجوم التنافسي. طبعا انا الرانك بتاعي هيطلع في الزباله خالص، والرانك بتاعتنا صعب جدا، لكن احنا هنحاول نكسب في الفريق ده ونشوف كده ممكن نعمل ايه، وهنشوف حتى لو خسرنا يعني هنخسر الفرق عامل ازاي. طبعا فرص كلها هتبقى فرص سيئه مقابل الخصم، لانها طبعا اسطوري 2 داخل على اسطوري 1 خلاص، فالفرق اللي موجوده هنا كلها قويه جدا، لكن احنا تحدي ولازم نكمله ونشوف هنوصل لحد فين. وانا بصراحه شايف ان لو خسرت فرق 4-5 ده بالنسبه لي مكسب، يعني مش مهم يبقاش فرق مثلا 15 ولا حاجه. فيلا بينا. يا نهار اسود ايه يا عم اللي معاك ده يا عم، لكن ماشي تمام، هنكمل وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. وبالمناسبة لو الموضوع ده او الفكرة دي عجبتكم، احنا ممكن نعملها بعد كده بان احنا نشتري لعيبة احسن من البرايم ايكون بتوع فريق برشلونة، او حتى نشتري لعيبة جديدة لبرشلونة ونشوف ممكن نعمل بيها ايه. فانتوا اللي هتقولوا لي ده في الكومنتات، وهتقولوا لي ده في التعليقات، وهتقولوا لي نعمل ايه الفترة اللي جاية. الفرص كلها زي الزفت والدنيا صعبة قوي، لكن احنا هنحاول. حلوة يا ايتو منك دي، حلوة يا ايتو. رونالدينيو، ما يلا بقى رونالدينيو كده، ادينا واحدة. صعبة قوي، لعيبة بطيئة جدا لان الكروت دي قديمة وصعبة ووحشة، لكن تمام شغالين. فرق مازال لسه 4، انا شايف ان الفرق 4 بالنسبة لي ده حلو جدا يعني. قلل ده يا نهار ابيض، ده الفرق بقى 5. مش مهم، يلا ادي جون تاني اهو. يا الله اللعيبه بطيئه، دي كوره ما بتضيعش دي خالص. يلا يا عم مبروك عليك يا عم، ماتش سهل وجميل وسلس وحاجه يعني زي الفل. حتى دي ما بتجيش. بصوا يا جماعه الفرق ما شاء الله وصل 10،
10 اهداف فرق، هو ده اللي انا قلته. لكن مش مهم، هنكمل ونلعب لنا ماتش كمان. انا بضحي بالكؤوس بتاعتي، ما عنديش اي مشكله، لاجل عيونكم ولاجل انكم تتبسطوا وتعرفوا ان دي تجربه ما حدش يفكر يعملها. بتعشق اي فريق ايا كان، ما ينفعش تدخل هجوم تنافسي بفرقه بالمنظر ده. يعني فرقه بلس 102 ما ينفعش خالص، خصوصا ان احنا في اخر اللعب. يعني كل الناس بوز بلس 115، وده يعني فرقته مش قويه قوي ولا حاجه. انت بتعمل لي لايك، اعمل لك لايك يا عم. يلا بينا كده. اول جون، دي كرة مضمونة دايما. طب الحمد لله. يعني انا بس يعني انا عايز يبقى الفرق حتى بسيط. يعني انا ما عنديش مشكلة ان يبقى فيه فرق، بس يعني الفرق مثلا ايه، اكسبني فرق 3 فرق 4، بس مش زي الراجل اللي فات ده اللي كان فرق 10. يعني ده هو الراجل اللي بيلعبني ده شكله بيحب برشلونة فمش عايز يكسب ولا ايه، مش عارف. ايه يا رونالدينيو، اتأخرت ليه يا رونالدينيو؟ يلا يا بدري، يلا يا بدري، المفروض ان انت احسن كارت في الفريق دلوقتي. طب نعمل ايه تاني طيب؟ الراجل خلاص يا جدعان بقى فرق في حتة تانية خالص. يلا يا ايتو، حلوة يا ايتو، حلوة يا ايتو، حلوة يا كروين، زي الفل. ممكن بقى نحاول ايه، ندور على كروت من الكروت الجديدة ونشوف ممكن نعمل بيها ايه. في كروت نزلت حلوة قوي لفريق برشلونة زي بوسكيتس مثلا، نازل 100. وفي لعيبة كتيرة نازلة حلوة، فممكن نشوفها لان احنا كده بيتهتك عرض برشلونة والله العظيم. زي الفل بقى، فرق 6. يا عم لم لتحت يا عم، يلا خير. حلو، في تطور اهو. المرة دي الفرق المرة دي الفرق 8 بس. المرة اللي فاتت كان 10، المرة دي 8. دي حاجة جميلة، احنا في تقدم اهو. نلعب ماتش كمان بقى ونشوف الفرق هيبقى كام. وبعد كده بقى يعني ايه، ممكن نعمل حركة كده وتركاية في التشكيلة بتاعتنا ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. اه يعني ده داخل برضه 115. هو نفس اللاعب شكله ولا ايه؟ اه هو. هو يا عم انا جاي يا عم ابوظ لي التحدي يا عم والله العظيم. خد يلا جون بإيدته كده على الصبح على طول. جدع، حلو قوي. برضو المحاولة دي ما نفعتش. قلنا نعمل تركاية جديدة بس برضو ما نفعتش. حتى المهارة عندهم وحشة خالص. يعني دي مش المهارة، الكروت دي او المهارة دي ما بتجيش بالمنظر ده خالص. يمكن الشوط عندهم هي اللي حلوة شوية، الفينيسات بتاعتهم حلوة والارتو بتاعهم حلو. بس بس المشكلة كلها اصلا ان الكرة تجيلهم. يعني الكرة ما بتجيلهمش، دي المشكلة يعني. يا تشافي. يا راجل حرام عليك. لا الموضوع كده يا جماعة مش أحسن حاجة خالص ومش ألطف حاجة. فاحنا كده محتاجين نعمل تعديل بسيط في التشكيلة ونشوف هل الدنيا ممكن تظبط ولا لا. التعديل بتاعنا هيبقى في خط الهجوم تحديدا. هنغير التلاتة خط هجوم وهنجيب تلاتة تانيين غيرهم. فهنحط اللاعب كراسكو، وهنحط الناحية التانية مولر، وفي النص هنحط ميسي. ويبقى احنا كده ايه، عملنا تشكيل تغيير لخط الهجوم. وهنشوف الدنيا هتقول ايه معانا في الهجوم التنافسي. فيلا بينا نجرب كده، ان احنا كده يعني خسرنا ماتشين جماد قوي ورا بعض، فربنا يستر. يعني فرصي ظبطت شويه بس لسه برضه زي الزفت. طبعا ميسي مش هنقدر نعتبره قوي انه من خارج التشكيله، لانه ميسي من نجوم برشلونه المميزين يعني.
ده يعتبر اسمه تحايل على القانون. فكركم بقى الناس اللي بتحب ريال مدريد، فكركم لو عملنا نفس الحركه دي بنجوم ريال مدريد برضو القدام يعني، هل هيبقى في اي نتيجه احسن من كده، ولا الدنيا برضو هتبقى بايظه خالص وبزراميط؟ وادي ميسي اللي جبناه ضيع اسهل فرصه. تعالى يا مولر، تعالى يا مولر، شوت يا مولر، يلا يا مولر جو، يلا. يلا حلوة يا بدري. شوف كراسكو على طول بيسبق، مش زي الناحية التانية. المرة الأولانية كانت الدنيا بزراميط خالص. شكرا يا عم بدري. سرعة وشوطة ودنيا، نفس المهارة أو نفس الطريقة اللي كنت بحاول أعدي بيها برونالدينيو وكان بيفشل. حلو أوي. هنخسر فرق قليل المرة دي الحمد لله. يعني ميسي بشوطة من نص الملعب وجون، ايه الحلاوة دي؟ يا أخيرا فرصة سهلة، يا اهو تعادلنا معاهم، يلا خير. يلا مبروك عليك، فرق واحد، حلو زي الفل. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، الفيديو اللي الواحد ادعك فيه وبس، لكن كانت فكره وتجربه جديده وانا بصراحه مبسوط بيها. فعايز رايكم كده في التعليقات، قولوا لي نعمل ايه تاني، نجرب ايه تاني، نعمل حركات ايه تاني، نغير مين تاني، الكلام ده كله هستنى منكم تكتبوا لي في الكومنت نعمل ايه التشكيله اللي جايه، حابينها تكون تشكيله مين. هستنى تعليقاتكم وهستنى كومنتاتكم، فما تبخلوش علينا باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب. واشوفكم بخير والسلام عليكم.